حبايبي عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله نعمله اكله حلوه قوي، تنفع بقى في السقعه وحلوه للولاد، تخليهم كده، تزود لهم تركيزهم. هنعمله سبانخ. السبانخ بقى بطريقه بقى ايه جميله جدا، واكيد بقى طبعا كلنا نعرفوا نعملوها، بس وشوفوا طريقتي وان شاء الله تعجبكم باذن الله. يلا بقى بنشوف مكوناتنا ايه. معانا سبانخ. انا السبانخ دي انا مفرزاها، فهبقى اعمل لكم بقى فيديو بتفريز الحاجات. سبانخ، قلقاس، فاصوليا. معانا هنا بصل، معانا هنا حمص. انا بعملها بالحمص، غسلاه كويس وحطاه في ميه، نقعاه في ميه. معانا هنا دي كزبره خضراء عاملاها في المطحنه بالثوم شويه كده، زي 3 حزمه بشويه توم حلوين كده اهوت، وعاملاه مش هناخد حبه وانا بعمل التدويره وكده او التسبيكه، وبعد كده اروح حاطه حبه في التقليه. وطبعا شويه صلصه، ومعانا عصير طماطم، ومعانا جايبه انا لحمه هي مقطعاها وغسلاها كويس وكله محضراها، والزبده والزيت بتاعنا. بهاراتنا ايه هي بقى؟ ملح، بصل وتوم باودر، فلفل اسمر. معانا هنا معلقتين او معلقه مثلا كبيره اللي هي هرسه الشطه اللي انا عملتها لكم، نزلتها لكم في القناه قبل كده. هنيجي بقى احنا كده على النار، انا مولعه على الحله. بصوا بقى دي طريقتي، بس تطلع بجد يعني روعه بجد، يعني شويه سبانخ تستاهل بقكم بصراحه. بصوا برضو مش عايزه فيها دهون كتير. بصوا شويه زبده، وطبعا احنا بنحطه مع الزبده شويه زيت، عشان انتوا عارفين ان الزبده ممكن تتحرق، فاحنا هنحط شويه كده زي معلقتين زيت. بصوا كده. هنيجي بقى نحط ايه؟ هنيجي نحط البصل. بصوا كده البصل كده هو. احنا بقى مش عايزينه ياخد لون ولا حاجه، احنا عايزينه بس ايه يعني يدبل، عشان احنا لسه هنحط عليه اللحمه. تمام. كده ان هو هيتحمر مع اللحمه. جربوا الطريقه دي وبجد هتعجبكم قوي قوي قوي. البصله هي خدت لون، يعني انا مش عايزاها متحمره قوي. هنجيب اللحمه بقى بتاعتنا، هجيبها بس هنا كده. بصوا هنحطها طبعا غسله اللحمه وزي الفل. كده بس كده بقى تقلب. دي عامله برضو زي الصدمه بتاعت اللحمه. بصوا هنحط هنا بقى الفلفل الاسمر، هنحط الملح. انا بحط الملح بحط كله. هنحط البصل والثوم البودر برضو. هنيجي بقى كله ياخد تقليبه كده اهو. شايفين ازاي الريحه تحفه طبعا. احنا ندي كده للحمه كده الصدمه، عشان نحط عليها الميه السخنه ونخليها بقى ايه يعني تستوى شويه، يعني مش كتير، عشان احنا لما نحط السبانخ هتستوى معاها اكتر. تمام، عشان اللحمه ما تتهراش. بس شايفين المنظر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله ايه ربنا يبارك يا رب. نجيب بقى ايه، انا عايزه اللحمه كلها بس تاخد اللون. اللحمه كده خلاص كلها خدت لون وبتاع، فانا هحط عليها بقى ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم.
علشان انا عايزاها تكمل السوا بتاعها، ما ينفعش نحط عليها ميه بارده خالص، كده تكمل سواها شويه مش كتير، ونرجع على طول نقول لكم بقى نعمل اللحمه. هي بصوا هي ما استوتش يعني 100 هي مثلا ايه يعني 50% كده السوا بتاعها. تمام. هنيجي نحط الصلصه بتاعت الطماطم. تمام. طبعا احنا ايه، انا بحب السبانخ اصلا عامه بتبقى حمرا، فهي الطماطم عشان عندي مش حمرا الطماطم، فانا هحط لها ايه معلقتين صلصه. تمام. بصوا كده، اول حاجه دي هنحط الاول هرسه الشطه. بصوا هنحط منها ايه معلقه صغيره. تمام. مش هناخده كلها عشان انا كنت حاطه فلفل في الطماطم. هنيجي نحط هنا بصوا معلقتين برضو صلصه. تمام. بصوا الحاجات كده كلها، الحاجات الحلوه دي تتقلب مع بعض. تمام كده. بصوا بقى هنجيب ايه، نص الخضره اللي انا قلت لكم عليها، الكزبره الخضراء بالثوم. انا عايزه حبه عشان التقليه، فبصوا هناخد الجزء ده كده. تمام. هناخدوها كده نقلبوها، كل حاجه نحطوها تتقلب كويس قوي قوي عشان تبقى ايه تتوزع كده على الحله كلها. بصوا بقى استنوا هعمل لكم بس مصفى عشان اصفي الحمص وجايه لكم على طول. بصوا كده الحمص، على فكره في ناس بتحط لها اسمه ايه ده رز. تمام. تبقى حلوه قوي برضو، بس انا عشان جوزي بيحبها بالحمص. يعني انا والله انا بصراحه يعني انا مش شايفه لها فرق، بس هي بالحمص، هو بيقول لي بالحمص احلى. انا المهم بس اللي السمنه بتطلع زي السكر بصراحه. سلم ايديا مقدمه. بصي نقلبه كده مع بعض. تمام. بصوا انا عديها بس المكونات دي كلها تاخد غلوه مع بعض. تمام. وبعد كده نيجي نحط السبانخ بقت عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا الريحه بقى بتاعت الكزبره وبتاعت الحمص مع اللحمه والصلصه ملهاش حل. بس انا عشان بس نسيت افتكرت ان انا بصور، حطيت نص معلقه سكر عشان دوت صلصه عشان متعملش حموضه. اي اكل تلاقوه بصلصه تروح حاطين سكر على طول، معلقه صغيره كده او نص معلقه. تمام. هنيجي بقى نحط بقى احنا ايه السبانخ. بصوا السبانخ انا مفرزعها، تحطوها مش هتفكوها، انا بس مجرد ان انا ايه هحطها بقى كده هي تفك مع نفسها في النار. انا عايزه اقول لكم اللي انا مفرزاها، وكنت مفرزه الفاصوليا الخضراء مره ومفرزه البزله، بس انا بصراحه لسه ما جبتش والقلقاس والكلام ده كله. فاول ما اجيب الحاجات ديت ان شاء الله كده باذن الله اعمل لكم فيديو اللي هو تنفيذ الخضار. تمام. بصوا بقى كده هنخلي كده السبانخ هي تفك مع نفسها، انا مش هقلبها ولا حاجه عشان ما اهريش اللحمه. هخليها تفك، واول ما تفك والاقي الخليط كله بقى زي بعضه كده مقدمها وكله اوريها لكم. تمام. هنغطوا عليها بقى ونسيبوها. السبانخ هي كده خلاص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الريحه بتاعتها من غير تقليه ملهاش حل نهائي. انا كده بقى نبص موطيه عليها، فانا بقى ايه يعني انا موطيه عليها اغطي واجي بقى ايه. انا عملت الرز على فكره زي ما انتوا عارفين بطريقتي اللي انا ايه بعملها على طول كده. بصوا بقى انا ايه حاطه هنا في الطاسه دي، جبت طاسه حاطه فيها معلقتين اللي هي مكعبين زبده ومعلقتين زيت، وحطيت بقيه الخضره اللي هي الكزبره الخضراء بالثوم. انا عملتهم في المطحنه بتاعه الخلاط.
تمام. فانا هخليهم كده بقى ايه يتحمروا عشان نعمل التقليه بتاعت السبانخ، وتشموا بقى ايه وتدوقوا احلى طعم سبانخ. والله لو جربتوها بطريقتي ملهاش حل. وبصوا انا مش هقول لكم ان انا يعني الوحيده اللي بعملها، لا اكيد في كتير بيعملوها واحسن مني كمان، بس كل واحد ليه طريقه مختلفه، وفي ناس بتعملها زيي. فيا ريت مثلا لو انت ما بتعملهاش حاولي جربيها بطريقتي، والله هتعجبك قوي وهتشمي ريحه وتاكلي سبانخ ملهاش حل. تمام. احنا بقى نحمر الحاجات الحلوه دي كلها ونيجي نشوفوا التقليه بقى تتعمل. حبايبي التقليه هي لسه طبعا، بس انا حبيت اوريها لكم. بصوا انا عايزاها لغايه ما التومه والكزبره تتحمر. تمام. بصوا كده دي الريحه طالعه ايه ما اقولكوش. فهي اول بقى ما تتحمر هنقول لكم على طول. هي انا ايه بحبها تبقى متحمره كده كلها، التوم بالكزبره مع الزبده بقى ايه ما اقولكوش الريحه بجد اللهم بارك، يعني ريحه ايه ملهاش حل كده بقى. بصوا هي بتغلي ديت على النار، بس اطفي عليه. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا بصوا هنولع على دي عشان تحطوا انتوا ايه عشان تشوفوا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الطشه بقى، شموا الريحه ما اقولكوش. بصوا بسم الله ما شاء الله. شويه سبانخ بألف هنا وشفا عليكم يا رب. بصوا الناس دول نقعد كل التقليه. تمام. بصوا هي كده خلاص بقى، احنا هندوها تقليبه كويسه وهنطفوا عليها ونيجي بقى نحضرها بقى ايه نشوف هنقدموها ازاي. اهو خلاص. بصوا الرز بسم الله ما شاء الله. بصوا الرز مفلفل ازاي، الواحده بوحدتها، والشعريه بقى ما اقولكوش. ده معمول بطريقتي وانتوا طبعا عرفتوا خلاص الطريقه بتاعتي. بصوا بقى العسل دي والسكر بقى. بصوا السبانخ بصوا كلها على فكره انا ما حطيتلهاش ميه، بشويه هي الصلصه وبتاع ما حطيتش فيها ميه خالص عشان هي نزلت ميتها. بصوا اللحمه ازاي دايبه، هي سخنه بس بصوا دايبه ازاي. مش عارفه هي لسه سخنه اهي خالص يعني واضحه، بس مهريه يعني. بس مش عايزه اقول لكم بجد انا جعانه يعني من منظر، عايزه ادوقها. بصوا الجمال. انا طبعا السبانخ بقى انتوا عارفين الاكل بتاع الشتاء، السبانخ القلقاس البزله الفاصوليا الخضراء، دول من احلى الاكلات بقى بصراحه. بصوا انا عايزه اقول لكم، بس انا عايزه ادوق عشان اقول لكم طعمها ايه. بصوا فظيعه بجد، طعمها روعه. يا ريت تعملوها بطريقتي بجد هتعجبكم قوي 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 بجد. يا ريت بقى اللي يشوف الفيديو بتاعي يرفع لي الفيديو لايكات كتير، واكتبوا لي قولوا لي انتوا بتعملوها ازاي. انا هجرب طريقتكم وانتوا جربوا طريقتي. ولو ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.